السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى مشاهدين في الدنيا. يا رب تكونوا جميعا بخير. تعالوا النهاردة مع بعض نعمل الأكلة اللي حضراتكم شايفينها دي ما شاء الله. عاملين رز حبة وحبة وكفتة فراخ بالبسلة والبطاطس. يلا بينا نبدأ مع بعض. معانا المكونات زي ما حضراتكم شايفين كده: بصلة كبيرة مقطعة مكعبات، نص كيلو من صدور الفراخ، ومعايا البهارات ملح وفلفل وكمون وجنزبيل وبابريكا. هنفرم كل المكونات دي كلها مع بعضها. ودلوقتي يا احلى مشاهدين، بعد ما فرمنا الفراخ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وفرمنا البصلة ناعم جدا، هننزل على البصلة بالبهارات ونبدأ ندعك البصلة بالبهارات كويس. ونخلط كل الكلام ده مع بعض. ونقلبها كويس جدا مع بعضها. ومعايا عود كزبرة خضراء مفروم، ننزل بيه على الفراخ ونقلبها كويس. وبعد ما قلبت كل المكونات مع بعضها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هبدأ أكور الكفتة. كور بالشكل ده، سهلة جدا وبسيطة، مبتاخدش وقت خالص. وهخلص كل الكمية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ودلوقتي خلصتها بالشكل ده. كورت كل كفتة الفراخ ما شاء الله نص الكيلو، رمى كمية كبيرة. ودلوقتي معايا طاسة على النار فيها الزيت سخن، ننزل بالكفتة. طبعا الزيت متوسط الحرارة عشان ما تتحرقش بسرعة. ودلوقتي هقلبها على الجنب التاني بعد ما اخدت اللون اللي انا عايزاه اللي حضراتكم شايفينه. وبكده بكون خلصت كل كمية الكفتة تحمير في الزيت بالشكل ده. ما شاء الله، يعني مش قادرة اوصف لكم ريحتها جميلة ازاي بالتوابل وبالخلطة اللي عملناها مع بعض. بصراحة قلت اغير من شكل الفراخ النهاردة. ودلوقتي هعمل البسلة. معايا المكونات: بسلة وكفتة الفراخ اللي حمرناها مع بعض وجزر مفروم وبصل وبطاطس وعصير طماطم. معانا الحلة على النار فيها معلقة من الدهن، بننزل بالبصلة المفرومة وتبدأي تقلبي لحد ما البصلة أخدت اللون الجميل الذهبي اللي حضراتكم شايفينه ده. هننزل بعصير الطماطم ونقلبها. وبعد ما غلت كام غلوة مع بعضها، ننزل بالبهارات: ملح وفلفل وكمون ومكعب مرق والشطة اختياري. ونقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. ودلوقتي ننزل بالبسلة والجزر والبطاطس
ونقلبها تقليبة كويسة ونسيبها تتسبك 5 دقايق على النار بالشكل ده. وعشان تكسري اي حموضة في الطبيخ وتحطي ربع معلقة من السكر. ودلوقتي نزلت عليها بالمية المغلية وهننزل بالكفتة بتاعة الفراخ اللي عملناها مع بعض. أكلة جميلة ومختلفة شوية، بس بصراحة طعمها كان تحفة. ودلوقتي بعد الكفتة ما غلت مع البسلة تلت ساعة وبقت بالشكل ده ما شاء الله كده استوت، يلا بينا نقدم أكلتنا. عملت جنبها رز محمر حبة وحبة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، مفلفل وبيبقى طعمه جميل جدا. ودلوقتي قدمنا أكلتنا الجميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، رز محمر حبة وحبة وكفتة الفراخ اللي عملناها بالبسلة. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان